إرسلان يقدم برنامج حزبه للانتخابات المقبلة. دعا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال إرسلان أبناء الجبل كافة إلى التوجه للاستحقاق الانتخابي المقبل بروحية 11 من أيار الحافظة لظهر المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. كلام إرسلان جاء خلال حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشيخ الشهيد صالح العريضي في بلدته بيصور. وشدد إرسلان على أن الحسابات الصغيرة تزول أمام عظمة وحدة الجبل ولبنان، مشيدا بدماء الشهيد العريضي التي وحدت الوطن. أبا منهل سنكمل المسيرة، نعدك والله سنكون على خطاك حاملين الشعلة التي لن تنطفئ، عهد منا والله سنكون أوفياء لنهجك المقاوم. وهكذا فليطمئن الجميع بالانتخابات النيابية سنخوضها ونقاربها، وعنوان طلال مجيد إرسلان في علي. كما في غير علي سنخوض الانتخابات كحزب ديمقراطي لبناني في علي وفي غير علي شهادة الشيخ صالح. من يقف مع شهادة ودماء الشيخ صالح لن يضيع البوصلة. وختم إرسلان بدعوة الأجهزة الأمنية والقضائية إلى كشف المجرمين في الأعمال الإرهابية لردعهم، وتقديم كشف حساب عن صندوق المهجرين وسبب التأخر في إغلاق هذا الملف.